للأمانة كده الفيديو ده أنا آخر مخلوق على سطح الكوكب القذر ده كان عاوز إنه يعمله أو يتكلم عنه من قريب أو حتى بعيد، وكنت عمال أتجنب الأخبار، ولما كنت بقابلها على الفيسبوك بالصدفة كنت بتخطاها، بس لأن اتبعتلي أكتر من 2000 رسالة على انستجرام وكلهم بيطلبوا إننا نحكي الحادثة ونقول تفاصيلها، فللأسف إحنا بقينا مضطرين إن إحنا نعمل كده. يلا بينا بقى نتعرف على القصة الكاملة للطفل الليبي سالم الصعيطي عصفور الجنة، واللي للأسف اتاكل وهو صاحي من أنياب نمر المفروض إنه أليف ومروض وقدام عيون والده اللي كان السبب في اللي حصل ده كله. بس زي ما احنا متعودين قبل الكلام واجب السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول امبارح حصلت حادثة مرعبة في مدينة أجدبية في دولة ليبيا الحبيبة. الطفل سالم منذر سلطان الصعيدي، طفل عنده 4 سنين، شكله جميل ما شاء الله والكل بيحبه وهو متعلق بوالده جدا. والأب بقى منذر سلطان أخد ابنه سالم وقرر إنه يروح بيه على مزرعة علشان يتصور مع الحيوانات اللي موجودين فيها. بس المزرعة دي ما كانتش بتربي طيور أو فراخ أو نعام أو حتى كلاب، لا دي كانت بتربي حيوانات مفترسة زي النمور والأسود. وفي تقارير بتقول إن المزرعة مملوكة للأب، وفي أخبار تانية بتقول إنها مملوكة لصديق ليه. لكن لما تواصلنا مع مصادرنا الخاصة من أجدبية اتأكدنا إن مزرعة النمور دي ملك لصديق الأب، وإنه خد ابنه معاه علشان يتصور مع الوحوش وقتها. وفعلا الابن دخل المزرعة وتصور مع حيوانات هناك لحد ما جه الدور على نمر بالغ. النمر المفروض انه اليف ومروض، يعني واخد على وجود البشر جنبه زي نمور ماليزيا اللي اتكلمنا عنهم قبل كده. لكن برضه احنا قلنا مفيش حاجة اسمها حيوان مفترس يبقى حيوان اليف ابدا. الطفل سالم اول ما قعد جنب النمر علشان يتصور معاه، النمر رجع لغريزته الطبيعية وهاجم الولد وافترسه في ثواني. شهود العيان بيقولوا انه انقض على راس الطفل ورقبته وبعضة واحدة كان قضى عليه، وسط ذهول طبعا من الاب وصاحب المكان والناس اللي كانوا موجودين وقت الحادثة، واللي ما قدروش وما لحقوش انهم ينقذوا الطفل او يسلكوه من بين فك النمر، واللي كان هيكمل اكل في باقي الجثة عادي كأن متقدمه له وجبة غدا. عشان كده صاحب المزرعة طلع مسدس وضرب النمر وقتله، بس زي ما قلنا بعد ما كان الطفل مات خلاص هو كمان. الغريب بقى ان موضوع تربية النمور والاسود ده انتشر جامد جدا في ليبيا، وكل واحد بيطلع يمشي لي بالحيوان بتاعه قدام الناس ولا كأنه رابط كلب بسلسلة. ده احنا حتى قلنا لو كلب من الانواع الضخمة زي الماستيف مثلا بنقول اننا ما نربيهوش، ولو اتنيلنا وجبناه ما ننزلش بيه ابدا الشارع. بعد الحادثة دي والحادثة اللي قبلها واللي كان ضحيتها شاب على ايد اسد هو كمان، الحكومة الليبية او حكومة الشرق زي ما بيسموها بقى اخيرا يعني طلعت قرار بحظر استيراد الحيوانات المفترسة للدولة، وكمان منحوا مدة 15 يوم لاي حد بيمتلك اسد او نمر مربيه في بيته فوق السطح وبيتعامل معاه على انه كلب ولا قطة كبيرة، انه يسلم الحيوان اللي معاه لوزارة الداخلية علشان يحطوه في حدائق الحيوان او المحميات الطبيعية، واي حد هيخالف القانون ده بقى هنبقى نشكل لجنة ونشوف نعاقبه ازاي. بجد والله هو كده بس؟ لا كتر خيركم فعلا. اخيرا بقى انا مش هلوم على الاب واقول له ازاي تعمل كده وتاخد ابنك ضناك تدخل بيه على نمر حر طليق بهدف التسليه والتصوير، ولا حتى اقول له يا ريت يا اخي كنت انت اللي مكان ابنك وكنا ارتحنا، لان كفايه عليه انه يشوف منظر والدته قدامه طول الوقت وهي مقهوره على موت ابنها بالطريقه دي واللي عمرها ما هتسامحه عليها ابدا. حسبي الله ونعم الوكيل. الله يرحمك يا سالم.